المحفظة المالية مش بس للأغنياء، حتى ب 500 جنيه تقدر تبني صندوق كنزك الخاص وتبدأ أول خطوة لبناء ثروتك. الفيديو ده هيغير مفهومك عن الاستثمار بالكامل. تابع معايا الحلقة للآخر. السلام عليكم يا أصدقائي أبطال الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده جاي اكلمكم عن الخطوه العمليه الاهم في رحلتك نحو الحريه الماليه، بناء المحفظه الماليه. كتير منكم بيسمع الكلمه دي وبيحس انها حاجه معقده او محتاجه خبير مالي او انها للمليونيرات بس. محفظه ماليه يعني ايه؟ هو انا معايا فلوس اصلا عشان اعمل محفظه؟ الحقيقه يا جماعه ان المحفظه الماليه دي مش رفاهيه، دي ضروره لكل واحد عايز يبني ثروه بجد ويحمي فلوسه من التضخم ويخليها تكبر. ومفاجاه انك تقدر تعملها بنفسك، مش محتاج تكون خبير ولا محتاج ملايين عشان تبدا. النهارده هكشف لك يعني ايه محفظه ماليه وليه هي مهمه جدا وازاي تقدر تبنيها بنفسك خطوه بخطوه حتى لو لسه بتبدا بمبلغ صغير جدا. فاكرين لما قلنا ان كل حلقه هي قطعه من بازل الحريه الماليه؟ في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن ليه فلوسنا بتخلص، التضخم، الفرق بين الادخار والاستثمار، كمان لو معاك 1000 جنيه تعمل بيها ايه، واخطر 5 عادات ماليه، والفرق بين الاستثمار والمضاربه والقمار، واهميه صندوق الطوارئ، والاخطاء اللي ما بتتصلحش، وان الحريه الماليه خطه وازاي تبدا تستثمر بمخاطر قليله. النهارده دي قطعه البازل رقم 12، ودي القطعه اللي هتجمع كل اللي فات ده في شكل عملي ملموس. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده هتبقى عارف بالظبط ازاي تبدا رحله بناء ثروتك بنفسك. يلا بينا. تخيل ان المحفظه الماليه دي هي صندوق الكنز بتاعك، بس مش صندوق فيه ذهب وفلوس وكاش بس، لا، ده صندوق فيه انواع مختلفه من الاصول والاستثمارات اللي انت بتمتلكها. ممكن يكون في جزء من فلوسك في البنك صندوق طوارئ، جزء في الذهب او الفضه، جزء في الاسهم بتاعت الشركات، جزء في العقارات، جزء في مشروع خاص بيك. الهدف من المحفظه الماليه دي هو التنويع. فاكرين قاعده ما تسيبش كل بيضك في سله واحده اللي اتكلمنا عنها في حلقه الاستثمار قليل المخاطر؟ المحفظه الماليه هي التطبيق العملي للقاعده دي، علشان لو اصل معين قيمته قلت، الاصول التانية تحافظ على قيمه المحفظه ككل او تزودها. ده بيقلل المخاطر بشكل كبير وبيحمي فلوسك. ليه لازم يكون عندك محفظة مالية؟ لأن هي الأمان والنمو. الأمان ليه؟ لأن هي درع حماية فلوسك، توزع المخاطر، فلو قطاع نزل قطاع التاني يكون طلع. تاني حاجة هي النمو، بتخلي فلوسك تشتغل في أماكن مختلفة وبالتالي فرص نموها بتكون أكبر على المدى الطويل. تالت حاجة الوصول للحرية المالية، لأن هي دي الأداة اللي هتوصلك لهدفك الأكبر، لأنها بتجمع الأصول اللي هتدر عليك دخل سلبي. آخر حاجة هي التحكم، بتديك أنت التحكم الكامل في فلوسك ومستقبلك، مش بتسيبها للظروف أو للتضخم. ازاي تبني محفظتك المالية بنفسك؟ دي هي الخطوات العملية لمبتدئ الذكي. بناء المحفظة المالية مش صعب زي ما بتتخيل، هي مجرد 4 خطوات بسيطة بس محتاجة التزام وصبر. أول خطوة، حدد أهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. يعني إيه؟ أهدافك إيه؟ عايز توصل لإيه بفلوسك ديت؟ عايز أشتري بيت بعد 5 سنين، عايز أوصل للحرية المالية بعد 20 سنة، أأمن تعليم أولادي. الأهداف دي هتحدد نوع الاستثمار اللي هتختاره. بعد كده نسبة تحملك للمخاطر، انت شخص تحب المخاطره العاليه عشان مكسب كبير ولا بتحب الامان والمكسب المعقول؟ لو مبتدئ او متحفظ ركز على الاصول الامنه نسبيا، الذهب، صناديق المؤشرات، شهادات استثمار. لو متوازن ممكن تزود نسبه الاسهم او العقارات. لو مغامر وده مش للمبتدئين، ممكن تبدا في استثمارات ذات مخاطر اعلى. خلي بالك ان ده هو اساس اي خطه، زي ما اتكلمنا في حلقه الحريه الماليه، خطه مدروسه. الخطوه الثانيه، ابدا بصندوق الطوارئ، لان لازم تخلي اساسك متين. قبل اي استثمار لازم يكون عندك صندوق طوارئ يغطي مصاريفك الاساسيه من 3 ل 6 شهور. فاكرين القاعده الذهبيه؟ ده مش جزء من المحفظه الاستثماريه اللي بتنمو، ده جزء من محفظه الامان بتاعك. لازم يكون في مكان سهل الوصول ليه وامن جدا، لأن ده أول حجر في بناء محفظتك وبيحميك من أي صدمة. الخطوة الثالثة، اختار أنواع الأصول المناسبة ليك، لأن الأصول هي العمود الفقري بتاع المحفظة. بعد صندوق الطوارئ تبدأ توزع فلوسك على أنواع الأصول اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت بناء على أهدافك ونسبة تحملك للمخاطر. الذهب والفضة معنى كده هي أصول حقيقية بتحميك من التضخم. ممكن تشتري سبائك صغيرة أو جرامات، أو لو تحت ليك الشراء
الشراء في صناديق استثمار زي ETFs، ودي طبعا مناسبة جدا للمبتدئين وقليل المخاطرة. حاجة تانية صناديق المؤشرات اللي هي الETFs، ودي زي الاندكس فاندز، افضل بداية للمبتدئين في الاسهم. بدل ما تشتري سهم شركة واحدة، الصندوق ده بيشتري اسهم عشرات او مئات الشركات في قطاع معين، زي مثلا S&P 500 او ناسداك. ده بيقلل المخاطرة جدا ويحقق نمو ممتاز على المدى الطويل، وده مناسب جدا للمبتدئين. العقارات، لو معاك مبلغ اكبر، العقار المؤجر اصل ممتاز بيجيب دخل سلبي وقيمته بتزيد بس مخاطره متوسطة. الودائع والشهادات اللي هي شهادات الاستثمار البنكية آمنة جدا لكن عائدها غالبا اقل من التضخم. دي ممكن تكون جزء صغير من المحفظة للحفاظ على سيولة اضافية، مخاطرها قليلة ولكن بتخسر جزء منها للتضخم. مشروعك الخاص، لو عندك فكرة مشروع، ده يعتبر اصل ممكن يدر عليك دخل كبير جدا لكن مخاطرته اعلى وبيحتاج مجهود منك. النقطة المهمة جدا، ابدأ بالمبلغ اللي تقدر تستغنى عنه على المدى الطويل، ما تستثمرش فلوس انت ممكن تحتاجها بكرة. رابع خطوة، المتابعة واعادة التوازن، يعني من الاخر صيانة دورية. المحفظة المالية مش بتتبني مرة واحدة وخلاص، لازم تعملها صيانة دورية. هتعمل الصيانة دي ازاي؟ عن طريق المتابعة. راجع اداء اصولك كل فترة، مثلا كل 6 شهور او سنة، شوف ايه اللي ماشي كويس وايه اللي محتاج يتعدل. اعادة التوازن اللي هي ريبالانسنج، يعني لو مثلا كنت محدد ان 50% محفظتك للاسهم و50% للذهب والفضة والمعادن، بعد سنة الاسهم زادت جدا وبقت 70% من المحفظة، تعمل ايه؟ تبيع جزء من الاسهم اللي زادت وتشتري بيه ذهب عشان ترجع لنسبة 50-50 تاني. ده بيخليك تبيع الغالي وتشتري الرخيص، ويحافظ على مستوى المخاطرة اللي انت محدده. المحفظة المالية هي بصمتك المالية، هي اللي بتعكس اهدافك وشخصيتك. ابدأ صغير، اتعلم، استثمر في بناء اصولك، ونوع واصبر. هتلاقي نفسك بتبني ثروة حقيقية وبتوصل للحرية المالية خطوة بخطوة. يا صديقي دلوقتي مفيش عذر، انت عرفت يعني ايه محفظة مالية وليه هي مهمة وازاي تبنيها بنفسك. القرار بين ايديك، هتفضل تتفرج على الناس وهي بتبني ثرواتها ولا هتبدأ تبني صندوق كنزك الخاص؟ لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجة جديدة او غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجة المعلومة دي. واكتب لي في التعليقات تحت ايه اول نوع اصل هتفكر تدخله في محفظتك المالية، وهل مستعد تبدأ رحلة بناء صندوق كنزك الخاص دلوقتي؟ شاركني رأيك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجاية عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.